اللي انت ما تعرفوش انه في قطعة صغيرة جدا جدا موجودة في منظومة الفرامل بتاعت عربيتك. القطعة دي لو حصل فيها تلف وانت مش عارف ان القطعة دي موجودة في منظومة الفرامل، هتلففك حوالين نفسك داير ما يدور، وهتدفعك ألوفات الألوفات في تغيير سيرفو وماستر وسائل فرامل ورايح جاي على الميكانيكية بدون أي فايدة وبدون أي داعي. وفي النهاية القطعة دي هتكون هي السبب. القطعه دي او البلف ده اسمه النون ريتيرن فالف او التشيك فالف بريك بوستر. القطعه دي موجوده في مسار الهواء اللي موجود ما بين السيرفو وما بين المحرك. القطعه دي او البلف ده وظيفته انه بيسمح للهواء انه يمر في اتجاه المحرك فقط وليس في اتجاه السيرفو. هقول لك ازاي او ليه. لانه بطبيعه الحال عشان بدلة الفرامل تكون ناعمه تحت رجلك، ايه اللي بيحصل؟ السيرفو ده بيكون جوه منه دايفرام او طبق. الطبق ده بيتشفط لورا. مين اللي بيشفطه لورا؟ المحرك. بيشفطه ازاي؟ عن طريق خط الهواء ده. بيفضل يعمل كده طول ما انت ماشي بالعربيه. علشان كده لما انت بتبطل المحرك بتلاقي انه بدلة الفرامل تحت رجلك حجرت، خلاص ما عادش فيه فرامل تحت رجلك. ولما تدور تاني تلاقي بدلة الفرامل بقت ناعمه، لان المحرك اشتغل وبدأ يعمل الحركه دي. فالدايفرام او الطبق اللي موجود جوه السيرفو اتشفط لورا، فالبدله بقت ناعمه. هي دي وظيفه البلف، انه يخلي الهواء يمر ناحيه المحرك بس، كأن انا المحرك اهو. فالهواء يمر ناحيتي انا بس، ما يروحش للسيرفو، ما يردش في الاتجاه المعاكس. هنا بقى التركايه، انه البلف لو حصل فيه تلف والهواء مر في الاتجاه المعاكس ناحيه السيرفو، السيرفو هيحجر، لانه الطبق الداخلي ده هيرجع مكانه تاني. فلو رجع مكانه تاني هتلاقي الفرامل معاك حجرت، وبالتالي هتلاقي ان الفرامل معاك بقت ضعيفه ومسافه التوقف بقت اكبر. وكل ده في النهايه انت عمال تغير سيرفو وعمال تغير ماستر وعمال تغير سائل فرامل، وفي النهايه العيب في البلف ده اللي انت هو موجود قدامك على فكره، والناس كل الناس بتشوفه، بس محدش عارف البلف ده وظيفته ايه وبيعمل ايه. وسهل جدا انك تشيك على البلف ده جدا. طلعه من مكانه واسحب الهواء كده. المفروض ان الهواء زي الفيديو اهو، بص كده كده صبعك هيتشفط في اتجاه واحد. لو شفطت هواء من الاتجاه التاني لا، مقفول. يعني هو يشفط هواء من اتجاه اللي هو اتجاه المحرك لاتجاه التاني. لو انت جيت شفطت هواء اللي هو اتجاه السيرفو ما يعديش الهواء. فالبلف ده مهم جدا جدا جدا. لو حصل فيه مشكله فرامل عربيتك يعني بص ما فيش فرامل، خلاص هتحس ان قوه الفرمله تقريبا بقت 50%، ما بقتش 100% بطبيعه الحال اللي انت كنت متعود عليها في عربيتك. فمن فضلك ركز جدا في التركات اللي هي بتبقى ما بين السطور دي، لانه المعلومات دي محدش يعرف عنها حاجه. واتمنى ما كنتش طولت عليك. سلام عليكم.